السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعي مختلف شوية، هتكلم على الفيتامينز اللي موجودة اللي بيحتاجها البالغين والأطفال، ولازم تبقى موجودة في كل بيت. أنا استخدمت المستورد والمصري وهقول لكم رأيي فيه بكل صراحة. ايه اللي من المصري كان ممتاز وكان بديل للمستورد وأرخص بكتير جدا. أنا استخدمت مجموعة زي ما انتم شايفين كده، مجموعة مختلفة من الفيتامينز للأطفال وللسن الشباب فوق ال16 سنة، وكمان استخدمت لأطفال صغيرين. وطبعا الجسم محتاج مالتي فيتامينز طول الوقت من A to Z. في فيتامينز كتيرة جدا موجودة في كل الخضروات والفواكه، ولازم تبقى موجودة في جسمنا بشكل يومي. طيب الأطفال بيبقوا رافضين الأكل، يعني بجد، يعني خضروات بقى وفاكهة واللحوم والبروتين والكالسيوم وكل الكلام. طب هنعمل ايه علشان نخلي صحتهم الى حد ما افضل شوية، مع ضغط ان هم كمان ياكلوا حاجات صحية؟ طيب الدكتور كاتب لي كان على المنتج المالتي فيتامينز الهيربلاند ده تحفة. الهيربلاند ده من افضل الحاجات المستوردة اللي موجودة في السوق. هو صنع في كندا، من افضل الحاجات اللي موجودة. طعمه حلو جدا ومميز للاطفال وهيحبوه. طعمه فواكه ويبقى شكل على شكل حيوانات بالشكل دوت. ده افضل حاجة موجودة. بس في هو صناعة كندي طبعا، فالمستورد بتاعه بيبقى بالشكل ده، لان في منه طبعا اشكال كتير، بس ده افضل طعم الحلوى بتاعته. هي بتبقى على شكل طبعا حيوانات زي ما احنا شايفين كده، وبتبقى الوان مختلفة وبيبقى فيها نسبة جيلي. بتبقى الحباية نفسها على شكل الجيلي. الطعم بتاعها يعني قريب جدا من الفواكه الطبيعية، فالطفل بيتقبلها ومش بيرفضها. فالنوع ده في الهيربلاند بجد تحفة. فلو هتجيبي حاجة مستوردة علشان تضمني ان ابنك ما يرفضهاش، وفي نفس الوقت انت عارفة انها غالية، فلازم تجيبي له حاجة تكون المضمونة. الطعم دوت هو جميل، فيه 60 حبة، بيكفي لمدة شهرين كل يوم قرص. فلو وزعتيها على ال60 يوم هتلاقي سعرها كويس، مش غالية. تمام. لكن ما بتبقاش موجودة في الصيدليات بشكل كبير. طيب الأوميجا 3 طبعا مهمة جدا جدا للأطفال. بتبقى على شكل طعم الأورنج كده شوية، وبتبقى على شكل دبدوب، طعمها حلو، أفضل بكتير من المنتج ده، لأن أنا جبته وده المصري. وبرضو الأوميجا 3 ده برضو المصري، بس الفيتامينز ده أوميجا 3 بس. طعم الحبايه بتاعته بطعم الشوكليت. الولاد عندي ما حبوهاش، وطعمها طبعا نسبه الحديد فيها باينه شويه، فما كانتش الطف حاجه. ما كانتش طبعا على شكل الجيلي، كانت على شكل حبايه كوره شوكولاته كده، كأن فيها بسكوت من جوه ومغلفه بالشوكولاته. طعم الدواء باين فيها اكتر. فده بالنسبه للاوميجا 3 للاطفال مش مستحب. تمام. البديل بتاعه بتاع انفينيتي الاوميجا 3 بتاعته حلوه برضو، مصري وسعره كويس. وطبعا بيبقى صيدليات منزله عليه عروض حلوه قوي. بجد بينفع في الذاكره حلوه جدا، بيخلي الولاد دايما متذكرين الحاجات اللي بياخدوها. فرق معايا طبعا في الذاكره. والمالتي فيتامينز ده انا بقالي شهور، يعني لا يعتبر سنين كمان، ماشيه عليه. فرق جدا في الشعر والاظافر والجلد والذاكره برضو. طبعا انا بعمل تحليل كل فتره للولاد علشان اطمئن على المعادن اللي ناقصه عندهم. فلقيت الدنيا بالنسبه لهم، يعني المالتي لما بيمشي عليهم فترة حلوة، مش أقل من 3-4 شهور، بتفرق في تحليلهم. فخلينا في المالتي ده، وخدي بالك جدا من شكل العبوة. طعم الفيتامين بيفرق مع الطفل، لو مش حابب طعمه مش هيتقبله، مش هيرضى ياخده. طيب احنا كده قلنا، وده المالتي فيتامينز المستورد اللي انا جبته. طعم برضو الحباية بتاعته بتبقى على شكل الجيلي، وطعمها على شكل فواكه، بس فيها نسبة الدواء فيها باين، يعني هي بيبقى طبعا مغلفة بسكر كده. نسبة الكالوريز فيها قليلة، مش كتير، تقريبا حوالي 7 كالوريز، لكن كانت طعمها برضو مش افضل حاجة، بس معقولة. لو انت ما لقيتيش المستورد ده المالتي فيتامينز، جيبي المصري ده. طعم الفواكه بتاعته معقولة، فيها نسبة دواء طبعا باينة شوية، لكن مش زي المستوردة. فلو ما لقيتيش ده بالنسبة لك سعره مناسب، وعدد الحبات بتاعته اكتر، فبتكمل. يعني انت لو عندك طفل واحد هيستخدم 120 حبة، يعني على حوالي 4 شهور، فهيقعد معاها فترة طويلة.
وطعمه مش سيء يعني. بس انت لو عايزه نتيجه اسرع وفي نفس الوقت طعمه افضل، هنجيب الهيربلاند ده. الهيربلاند ده ممتاز جدا، بس لو مش موجود لانه مش متوفر في بعض الصيدليات فهتجيبي المصري بتاعه. ده بالنسبه لل المالتي فيتامينز والاوميجا 3 بتوع الاطفال، ايه الافضل وايه اللي طعمه افضل، عشان وانتي بتجيبي النتيجه في الاخر للمستورد طبعا افضل. بس لو هتجيبي المصري هيبان نتيجة طبعا بعد 4 ل6 شهور، غير المستورد 3 شهور بيبان النتيجة بتاعته. بنتكلم كمان على لو هتجيبي فيتامينز للشباب، عندك سن الشباب فوق ال16 سنة، ده فيه المالتي فيتامينز برضو اللي بيحتاجوا الشباب البالغين عموما يعني. عندك المالتي فيتامينز ده خاص بالرجال وخاص بالسيدات، بتفرق طبعا في المعادن اللي بيحتاجها كل حد فيهم، ونسبة المعادن بتبقى اعلى في ايه بالظبط. فطبعا دي مخصصة للرجال ودي مخصصة للنساء. دول فيتامينز مصري معقولين، مش افضل حاجة بس معقولين. لو في مشاكل في التساقط او في البشرة او في الشعر او في الاظافر، 6 شهور وبتبان النتيجة طبعا. مع الاكل الصحي والاكل الكويس، ناكل خضروات كتير وفاكهة كتير. فالدكتور كان كاتبه، بس لو هتاخدي مستورد نتيجته اسرع. السنتروم ده صناعة كندي وممتازة جدا طبعا، لا يعلى عليه في المالتي فيتامينز. فيه من A to Z كل العناصر اللي بيحتاجها الجسم، فيها 100 حبة، فممكن تكون بسعر برضو ده على فكرة مش مصري، أنا أسفة. المادوفيت ده صناعة ألماني، والسنتروم صناعة كندي. هما الاتنين تقريبا قريبين من سعر بعض، بس المادوفيت تأثيره أقل شوية من السنتروم. تقريبا نفس السعر، يعني الامريكي والكندي نفس السعر. بتفرق بقى لو انت عندك امكانية هتجيبي ال100 قرص، لو مفيش هتجيبي ال30 قرص كل شهر وتجددي. لكن هيبان نتيجة طبعا بعد 3 شهور من الاستخدام. فالمستورد في المالتي فيتامينز بالنسبة للشباب والبالغين، وطبعا سن كل ما لو انت ست وصلتي فوق سن ال35 سنة، فطبيعي ان انت هتستخدمي دايما فيتامين مالتي فيتامينز في كل العناصر بشكل يومي. وكمان مش ده وبس، كمان هتاخدي الاوميجا 3. وانا جبت هنا الاوميجا 3، جبت منه ال30 قرص، وجبت منه الاتنين طبعا مصري، بس ده سعره ارخص، كان نفس تقريبا الافكت ونفس العناصر اللي موجوده هنا هو هنا، فخليكي في الارخص، كان الدكتور كاتبه لي. طب هتاخديه امتى الاوميجا 3 والادويه دي؟ الاوميجا 3 هتاخدي منه قرص بالليل بعد العشاء يعني، تمام. وطبعا لازم هتاخدي قرص من فيتامين د، لازم 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 بشكل يومي. انت عديتي ال35 سنة او انت عديتي لفوق ال35 سنة، لازم هتاخد فيتامين د، لان هو مسؤول عن وجع العظم. طبعا احنا ما بنستخدمش اي حاجة فيها شمس تقريبا طول اليوم، ما بنقعدش في الفترة اللي هي المفيدة. فايه البديل اللي ممكن نستخدمه؟ فيتامين د، فهناخده قرص بعد الغداء. طبعا انا ما اعرفش ده ينفع للاطفال ولا لا، بس في فيتامين د للاطفال مخصص، ده للبالغين عموما. قرص بعد الغداء يوميا مدى الحياة، علشان يعني خشونة المفاصل والعظم والظهر والركب والكلام ده كله، فهنتفادى ونستمر طبعا على فيتامين د واوميجا 3. بالنسبة لأي ست دول معاهم مدى الحياة الفيتامينات دي، أو أي راجل، أي حد محتاج الكلام ده. وكمان الكولاجين حلو جدا للبشرة وللشعر، لو شعرك بيقع بشكل كبير وبشرتك مجهدة. ونفس القصة لأي راجل، علشان برضو البشرة والشعر والخشونة، لو في خشونة في المفاصل، نقص الكولاجين في الجسم بيعمل مشاكل كتيرة جدا. طب نتفاداها ازاي؟ نستمر على الفيتامينز دي أطول فترة ممكنة. الكولاجين ده امريكي، تمام. في حوالي مش متذكرة قوي كام حبة، يعني تقريبا 120 حبة مكتوب، فبيقعد فترة طويلة، بس هو غالي. هو منتج امريكي، بس لو قسمتي الحباية بشكل يومي هتلاقي سعرها ما يتعداش 6 جنيه او 7 جنيه. فبرضو بالنسبة لك حاجة مهمة جدا تمشي عليها. فالكولاجين مهم جدا جدا. يبقى ال3 حاجات دول ثابتين معانا بشكل يومي، بشكل يومي. لو مش هتاخدي المالتي فيتامينز يبقى دول ثابتين معانا بشكل يومي. لو خدتي المالتي فيتامينز معاهم يبقى خير وبركه. هتبعدي التوقيت الكولاجين علشان خاطر تستفادي بيه، لازم تاخدي معاه فيتامين سي.
لازم قرص فيتامين سي، حاجة مهمة جدا علشان يستقبل الكولاجين وجسمك يمتصه بسهولة. لازم تاخدي فيتامين سي، هتدوبي قرص في نص كوباية مية وتاخدي معاهم الكولاجين بعد الفطار الصبح. تمام. قدرتي نص ساعة تاخدي السيرم، لو انت عندك السنترم سوري المالتي فيتامينز، اي مالتي فيتامينز موجود. لو مش متاح، انت عندك خلاص العناصر الأساسية اللي بتكملي عليها روتينك اليومي ومع الغذاء طبعا الطبيعي. خلاص انا اتكلمت على المنتجات المهمة بنسبة 100% لأي حد فوق ال35 سنة، واتكلمت كمان على الفيتامينات اللي تنفع للأطفال في سن صغير اللي رافضين طبعا العناصر الغذائية اللي المفروض تخش جسمهم يوميا. دي كل الفيتامينات اللي انا استخلصتها في الفترة اللي فاتت، اطفال وكبار. وانا جيت النهاردة عشان اقول لكم ايه افضل حاجات موجودة في السوق لو انت عايزة تأسسي طفلك او سنك عدى ال35 سنة وعايزة فيتامينات مهمة تمشي عليها مدى الحياة. انا جبت لك افضل الحاجات اللي موجودة في السوق، مش لسه هتجربي وطعم ده ما يعجبكيش فترمي العلبة وتجيبي غيره. دي افضل الحاجات اللي موجودة، منها المصري ومنها المستورد. مستورد لا يعلى عليه طبعا في الفيتامينز، لو قدرت تجيبيه الامكانيات ما تسمحش يبقى هتجيب المصري، بس مفعوله هيبقى اطول شويه، مش هتبان النتيجه من الاول. بس استمري على الفيتامينات دي بشكل يومي وما تبطلهاش نهائي. يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، شير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس والكل يستفيد. لو جديده في قناتي انزلي بسرعه دوسي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك على الف خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.